البريمير ليج كله بيضيع وقت ومدرب برايتون بيقول كلام فارغ. المهم فابيان هورزلر مدرب برايتون طلع قبل ماتش ارسنال وقال ان مفيش قواعد واضحه لاهدار الوقت في لعب رميات التماس والركنيات، وارسنال احيانا لما بياخد ركنيه وهو متقدم بينفذها في اكتر من دقيقه. بالارقام مقاله في اوبتا كتبها راين بنسون هترد عليه. ارسنال امبارح ضيع تقريبا 1851 ثانيه قبل ما يرجع يبتدي اللعب تاني، يعني حوالي 30 دقيقه 51 ثانيه من زمن الماتش. بس ده مش معناه انهم قاصدين يضيعوا الوقت، لان كل ده مجموع توقفات الماتش عليهم، وده الرقم ال 22 من حيث تضييع الوقت في الموسم ده من اصل 580 حاله ممكنه. يعني في 21 حاله قبلهم لفرق ضيعت وقت اكتر في الماتش الواحد. كمان قال بعد الماتش ان فريق واحد فقط حاول لعب كره القدم، واحباطه هنا مفهوم، لان برايتون عمل 11 تسديده وارتكب 14 خطا واخد 4 كروت صفراء. برايتون عمل فاولات اكتر من ارسنال وخدوا كروت اكتر منهم، وارسنال كان متقدم، فطبيعي ارسنال هيرجع يبدا اللعب بعد كل الحاجات دي، والوقت ده هيتحسب عليهم تاخير. ارسنال كمان نفذ 12 ركله مرمى، اعلى رقم ليه في الموسم، ودي حاجه مش بايدهم. كمان في المتوسط ارسنال بياخد 31.4 ثانيه لاعاده الكره للعب بعد الركنيات والفاولات ورميات التماس وركلات المرمى. الرقم ده مش كبير، وفي الموسم ده حصل 195 مره ان فرق تانية تاخد وقت اطول من كده. برايتون نفسه خد وقت اكبر من ده في 3 ماتشات الموسم ده. يعني شكاوى مدرب برايتون ملهاش اساس، وارسنال مش الابطأ في الدوري، لان في 5 فرق بياخدوا وقت اطول منهم لاعاده اللعب. في ماتش امبارح بقى متوسط تاخير ارسنال وصل ل 31.4 ثانيه، يعني ارسنال ما اخدش وقت كبير في تاخير استرجاع الكره للاعب، وبرايتون سبب في ده لانهم من اسرع الفرق استئنافا للعب في الموسم ده، وده خلى تاخير ارسنال يظهر كبير، لكن مش دي الحقيقه يا صديقي. بص، دقايق اللعب الفعلية في الماتش الواحد في البريمير ليج في آخر 10 مواسم قلت بشكل كبير بسبب أساليب اللعب والركلات الثابتة وغيرها، ومش أرسنال هو السبب في ده، وزي ما قال جوارديولا تأقلم.